مفيش اشتباكات بين اللعيبه. شيكابالا يا ولد يا لعيب على الرؤيه في منتهى الجمال والروعه. حلوه التمريره، هنشوف كده من الجبهه اليمين عبد الملك خطيره. جول بقى، جول جول جول. جعفر جعفر جعفر، يا سلام يا جعفر. انما شيكابالا ايه، بلسم. عمل تمريره هنشوف في الاولانيه ولا في الاحلام. حلوه 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 وهي رايحه الكره صوتنا عالي. اتعملت حلوه اللعبه اللي فاتت، والعرضيه في منتهى الجمال والروعه. احمد عيد عبد الملك وجعفر قال لك دي ما ترجعش يا جدعان. حلوه حلوه وجمله تكتيكيه في منتهى الجمال والروعه. نادي الزمالك يحط الجون الثاني عشان يكمل مسلسل الانتصارات والتقدم في بطولة كاس مصر. الدكتور كمال درويش اللي كنا لازم نتكلم عليه هو تميمة البطولات. وادي الكابتن ايمن يونس في الفترة اللي كان موجود فيها في اخر التسعينيات وبدايه الالفيه، يمكن خد كل البطولات مع نادي الزمالك، بدايه من الدوري العام وكاس مصر دوري ابطال افريقيا، وبيتفائل بيه الجماهير البيضاء المجلس المعين الجديد. انما شوف عبد الملك شالها عبد الملك ايه زي الجراح واحمد جعفر في ظل غياب الرقابه من الاثنين المساكين، يطلع يحطها في بطن الشبكه. حلوه حلوه يا جعفر، هداف كاس مصر وهداف نادي الزمالك اللي دايما بيتظلم اعلاميا انما بيرد جوه الملعب. للمره الثالثه والرابعه الحكايه والحدوته من اولها ثنائيه لنادي الزمالك على وادي دجله في نهائي كاس مصر. الابيض يقترب من احلام جماهيره البيضاء ببطوله كبيره، البطوله الاقدم في التاريخ للكره المصريه هي